مشاهدينا، ما نعرضه الليلة لا يأتي امتدادا لما نشر في الأيام الماضية، بل يمثل تطورا منفصلا في قضية جيفري أبستين. بين أيدينا الآن ملفات جديدة لم تكن متاحة من قبل، لا تقتصر على نصوص أو مراسلات بريدية، وإنما تتضمن مواد بصرية، صورا ومقاطع فيديو التقطت من داخل جزيرته الخاصة ومن مواقع وصفت بأنها من أكثر النقاط حساسية هناك. هذا التطور يتزامن مع اعتقال الأمير أندرو، ما أعاد تحريك الملف على المستوى الدولي وفتح الباب أمام موجة جديدة من التساؤلات. نذكر مشاهدينا بأن يوم أمس السبت 21 من فبراير شهد جلسة رسمية داخل الكونغرس الأمريكي، رفعت خلالها أمام النواب حزمة وثائق مرتبطة مباشرة بملف أبستين. هذه الملفات التي لوح بها النائب توماس ماسي والمغطاة بسواد رقابي كثيف لا تبدو مجرد قوائم أسماء، بل تقرأ باعتبارها خريطة شبكة نفوذ واسعة امتدت من هوليوود إلى دوائر صنع القرار في عواصم كبرى. غير أن جلسة الكونغرس لم تكن وحدها محور الجدل. بالتزامن معها انتشرت عبر منصات تحقيق مستقل مجموعة من المواد البصرية المنسوبة لجزيرة أبستين. هذه ليست لقطات أرشيفية ولا صورا متداولة سابقا، بل مقاطع قيل إنها محفوظة ضمن ذاكرته الشخصية، تظهر مواقع داخلية، غرفا خاصة، وأمسيات على شاطئ مغلق، لحظات لم تسجل في أي بروتوكول رسمي. ما يتكشف الآن يتجاوز حدود الحبر على الورق، فالتسريبات التي حصلنا عليها تضعنا للمرة الأولى داخل ما كان يعرف بالمنطقة المحرمة في الجزيرة. هنا كانت تقام أمسيات لا تدون، وهنا في غرف مجهزة بأحدث أنظمة المراقبة آنذاك كانت تصاغ علاقات وتعقد تفاهمات بعيدا عن الأضواء. مشاهد قد تبدو عادية للوهلة الأولى، لكن من يعرف هذا الملف يدرك أن وراء كل صورة قصة لم تروى بعد. وفي ظل صمت رسمي من البيت الأبيض ووزارة العدل حتى هذه اللحظة، تتسع دائرة الأسئلة: لماذا تظهر هذه المواد الآن؟ من الجهة التي سمحت بتسريبها؟ وهل نحن أمام بداية مرحلة جديدة من الكشف أم مجرد تمهيد لما هو أكبر؟ المؤكد حتى الساعة أن هذه اللقطات تعيد فتح باب حاول كثيرون إغلاقه، وتطرح من جديد السؤال الأهم: من كان حاضرا مع إبستين؟ وما الذي كان يجري فعليا داخل تلك الجزيرة؟ لكن الأخطر في هذه التسريبات ما وردنا قبل ساعات من أحد المسؤولين في وحدة متابعة الملفات الخارجية. الرجل الذي رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية أكد أن ما ظهر اليوم لم يكن مقدرا له أن ينشر، لأن جزءا منه يمس أطرافا كانت تحظى بحماية دولية معقدة، من بينها جهات مرتبطة بإسرائيل. دعونا نستمع إلى ما قاله. بصراحة لم أكن أتوقع ولو لثانية واحدة أن نرى هذه الملفات في العلن خلال حياتنا. كان الرهان دائما أن الموساد لن يسمح بحدوث هذا الاختراق، فالكل يعرف عندما تقرر الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية إخفاء شيء فهي تملك الأدوات والتقنيات والنفوذ لإخفائه وللأبد. فما بالك بملفات لا تطال أشخاصاً عاديين، بل تمس أمن ومستقبل مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى. داخل الدوائر الضيقة كان الاعتقاد أن هذا الملف محمي بما يسمى الحماية السيادية، لأن بين الأسماء المدونة في القوائم والموثقة في لقطات الجزيرة اسم رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي نفسه. لكن يبدو أن موازين القوى قد اختلت، أو أن جهة ما لا نعرف من هي بعد قررت أن تسقط الجميع. والآن وبما أن السد قد انهار، دعونا نكشف ما كان يفترض أن يبقى مدفونا. لنبدأ بالملف الأول. هذا الملف يكشف أن نظام المراقبة في الجزيرة لم يكن لإبستين وحده. الوثائق توضح وجود شبكة ثانية تعمل بالتوازي: بصمات صوتية عالية الدقة، مستشعرات حرارية، وتحليل بيانات حيوية بايو داتا، وكلها مرتبطة بسيرفرات خارج الولايات المتحدة. الهدف لم يكن تسجيل الفضيحة فقط، بل جمع بيانات حساسة عن المسؤولين أثناء وجودهم في حالات غير ذهنية.
وذلك لاستخدامها في فك شيفرات أمنية أو الضغط لتمرير صفقات سلاح أو حتى تمويل عمليات لا يمكن تتبعها. نحن هنا لا نتحدث عن مراقبة، بل عن تحويل الرغبة البشرية إلى أداة لاختراق أمن القوميات. الملف الثاني، وهذا هو الملف الأخطر في التسريب كله، الملحق جيم لا يحتوي أسماء زوار، بل أسماء الوسطاء السياسيين، ومن الصف الأول الذين كانت وظيفتهم حماية الجزيرة من أي إجراء قانوني. الوثائق تكشف عن تحويلات مالية ضخمة عبر بنوك في جزر الكايمان، وكذلك اتفاقات غير رسمية لإغلاق شكاوى، فضلاً عن تدخلات مباشرة لوقف قضايا قبل وصولها للمحاكم الدولية. الصدمة الحقيقية ليست من زار الجزيرة، بل من حمى الجزيرة طوال 20 عاماً، ورفع التقارير التي كانت تملأ أدراج أجهزة الأمن ولم يسمح لأحد بلمسها. إنه أول دليل واضح على أن الجزيرة لم تكن محمية بنفوذ إبستين، بل محمية بمنظومة كاملة رأت أن سقوطه قد يكشف ما هو أخطر بكثير من سلوكه الشخصي. الملف الآخر هو الصدمة الحقيقية في هذه التسريبات، وربما أخطر ما رصدته الجزيرة طوال عملها، لأن هذا الجزء يكشف أن إبستين لم يكن يستهدف الفتيات فقط، بل كان ينظر إلى الجزيرة باعتبارها منصة نفوذ علمي وسياسي، مكاناً يعاد فيه تشكيل المستقبل من وراء الستار. الوثائق تظهر أن إبستين كان يتواصل مع علماء من الطراز الأول، خبراء في الذكاء الاصطناعي، في علم الأعصاب، وفي الهندسة الوراثية، ويدعى بعضهم إلى الجزيرة تحت غطاء مؤتمرات صغيرة أو نقاشات فكرية. لكن الحقيقة لم تكن نقاشاً، كانت عملية تجنيد ناعم. فاللقطات التي ظهرت اليوم، تلك المأخوذة على الشاطئ المغلق، تكشف شيئاً لا يمكن تجاهله. العلماء لم يكونوا هناك لتبادل الأفكار، بل لتحديد ما الذي يمكن أن يطلب منهم لاحقاً. كان إبستين يخلق بيئة تجعل الرفض صعباً، بيئة تمتزج فيها الضيافة بالامتيازات، والمال بالتسهيلات، والبحث العلمي بالوعود التي لا يحلم بها أي مركز أكاديمي تقليدي. الأدلة التي لدينا الآن تشير إلى أن العلماء لم يكونوا هناك للبحث أو المناقشة كما كان يقال. كانوا جزءاً من لعبة أكبر بكثير، لعبة تستخدم فيها العقول مثلما تستخدم النفوذ والمال لتغيير مستقبل كامل. الوثائق تظهر أن بعض هؤلاء العلماء وجدوا أنفسهم بوعي أو من دونه داخل مشاريع لا علاقة لها بالتجارب العلمية المعتادة، بل بمخططات تريد السيطرة على تقنيات الغد وتوجيهها لمصلحة جهات لا ترغب أن ينافسها أحد. والصور المسربة تضيف طبقة جديدة من الصدمة. اجتماعات على الشاطئ حول طاولات بسيطة يجلس فيها عالم بارز إلى جانب رجل أعمال ضخم، ويقابلهم سياسي معروف، ولا شيء يوحي بأن هذا لقاء عابر. كان المكان يبدو وكأنه غرفة عمليات غير معلنة. هنا تعقد الصفقات التي لا تكتب، وترسم التفاهمات التي لا ترسل عبر البريد الإلكتروني، ويتم الاتفاق على أفكار يمكنها حرفياً أن تغير ميزان القوة بين دول كاملة. وعندما ترى كل هذه التفاصيل مجتمعة، تفهم أن الجزيرة لم تكن منتجعاً خاصاً كما قيل لنا. كانت منشأة تدار بعقل واحد، عقل يعتبر كل شخص يدخل الجزيرة قطعة في لوحة أكبر منه، لوحة يجري بناؤها بهدوء لخدمة مشروع لم يكن من المفترض أن نعرف عنه شيئاً. وعندما نجمع ما ورد في الملفات الثلاثة، شبكة المراقبة، الحماية السياسية، والتجنيد العلمي، نجد أمامنا صورة مختلفة تماماً عن تلك التي عرفها الإعلام لسنوات. فالقصة لم تكن مجرد فضيحة أخلاقية، بل مشروعاً متعدد الطبقات، تتقاطع فيه المصالح السياسية مع العلمية، وتلتقي فيه الشهية إلى السلطة مع الرغبة في صناعة النفوذ. وهنا يصبح السؤال الذي يجب أن نطرحه اليوم أكبر بكثير من زار الجزيرة. السؤال الحقيقي هو: لماذا كانت الجزيرة موجودة أصلاً؟ ولصالح من كانت تعمل؟ وقبل أن أنهي كلامي، يجب ألا نخجل من قول الحقيقة كما هي. هؤلاء الذين كانوا يتزاحمون على دخول الجزيرة، هؤلاء الرجال الذين يقدمون أنفسهم للعالم كقدوة وقادة، ذهبوا من أجل المتعة والحرية المطلقة والرغبة في فعل كل ما يمنع عنهم خارجه. هناك كانوا يخلعون وجوههم الحقيقية، يتصرفون بلا قيود، بلا خطوط حمراء، بلا خوف من فضيحة أو قانون. الجزيرة كانت بالنسبة لهم لحظة انفلات كامل،
مكانا يسمح لكل واحد منهم أن يتحول إلى ما هو عليه فعلا، لا ما يدعيه أمام الجمهور. رأيتهم يدخلون بملابس رسمية وكلمات محسوبة، ويتحولون خلال ساعات إلى مخلوقات لا تشبه شيئا مما يظهرونه على الشاشات. كانوا يعتبرون الجزيرة مساحة محررة من الأخلاق، وكأنها عالم موازن لا يحاسب فيه أحد، ولا يسجل فيه شيء، ولا يسأل فيه زائر من أنت وماذا تفعل. ميول غريبة، رغبات مظلمة، سلوكيات لا يمكنهم الاقتراب منها خارج هذا المكان. هناك فقط كانوا يشعرون أنهم فوق البشر وفوق القوانين وفوق الواقع كله، والأخطر أنهم لم يكونوا يرون فيما يفعلونه خطأ، بل امتيازا. امتياز الرجل القوي الذي يظن أن العالم كله خلق لخدمته. وهنا عليك أن تفهم شيئا مهما: لو لم تكن الجزيرة تمنحهم هذه الحرية الشهوانية بلا سقف لما جاء واحد منهم إليها، مهما كانت أهميتها السياسية أو العلمية، فالمتعة كانت هي البوابة، وما بعدها كان يبنى على هذا الانهيار. ولهذا السبب تحديدا أعرف شيئا واحدا: الجزيرة لم تنتهي بسقوط إبستين، لأن الجزيرة لم تكن شخصا، كانت شبكة وفكرة وواجهة لرجال ما زالوا أحياء وما زالوا في مواقعهم. وإذا كان ما ظهر اليوم مجرد بداية، فتذكروا جيدا: البدايات التي تكشف هذا القدر من الظلام لا تأتي إلا تمهيدا لما هو أعمق، وما لم يكشف بعد أخطر بما لا يقاس مما سمعتموه الآن.